حطي البيض على التفاح وانت هتعملي وصفة تحفة جدا، وصفة صحية ومفيدة وتنفع للناس اللي بتعمل دايت. جبت 3 تفاحات وغسلتهم وقطعتهم ونضفتهم كويس، وبعد كده هقطعهم بالشكل ده. بصراحة عايزة استغل ايام المدارس ان انا اعمل دايت واخفف من وزني، وكمان اكل اكل صحي. واهم حاجة في الاكل الصحي انه يكون بدون حرمان، يعني اكون بعمل دايت وفي نفس الوقت باكل كل حاجة نفسي فيها. بعد ما قطعت التفاح حطيت عليه بيضتين، هحط عليه ربع كوبايه من الكاكاو الخام، وهحط معلقه من البيكنج باودر، وهضرب كل ده كويس جدا بالهاند بلندر او في الخلاط. اهم حاجه نخلط المكونات كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لغايه ما قطع التفاح تدوب تماما. الوصفه دي من جمالها ما استخدمناش فيها ولا حليب ولا سمنه ولا زيت ولا اي ماده دهنيه ولا دقيق، وطبعا ولا سكر. شايفين المكونات اتخلطت ازاي؟ لازم تكون بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. كده بقت ممتازة. هنجيب بقى اي طاجن يدخل الفرن او اي طبق بايركس بيخش الفرن مقاسه صغير، وهنحط فيه الخليط بتاعنا، ونحط شوكليت شيبس كده من على الوش للتزيين، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني. بتقعد حوالي نص ساعة ل 35 دقيقة. وبكده هتكوني عملتي كيكة صحية من غير دقيق ولا سكر ولا زبدة ولا لبن ولا اي حاجة، وبألف هنا.